حبيبي. اهلا وسهلا، ازي سيادتك؟ كنت على خير. كيف تقولي؟ حضرتك بخير، اهلا وسهلا. اولا نقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين بطبيعه الحال. باسمي وباسم كل عشاق كرة السلة العربية والمغربية يشرفني اليوم أن يكون معي واحد من الذين كتبوا تاريخ الكرة السلة المصرية كلاعب، كتبوا تاريخ الكرة المصرية في نوادي خلينا نكون كبيرة. يعني ربما احنا كمغاربة نتكلموا على نادي الجزيرة، نادي الاتحاد الاسكندري، نادي الأهلي، نادي الزمالك، ولكن لما نتكلموا على ما فيش قليل فينا اللي ربما اللي يعرفوا نادي مثل اليوبرز او نادي الشمس وتاريخه الكبير والتاريخ الذي قدمه الكابتن محمد شكري. باسمي وباسم كل متابعينا يشرفني ان يكون معي مدير المنتخبات الوطنيه المصريه الشقيق الدكتور والكابتن محمد شكري. كابتن محمد، لك الكلمه. اهلا وسهلا، اتشرفت بحضرتك الاول طبعا، واتشرفت بالاخوه في المغرب جميعا، اشقاء غاليين جدا علينا الحقيقه يعني، وكل المشاهدين اللي بيسمعونا او اللي هيتفرجوا علينا يعني برحب بيهم واهلا وسهلا بيهم جميعا. ابو حميد، خليني اخش معك يعني في الصميم او في الثقيل مثل ما تقولوا انتم باللغه المصريه اللي نحبوها بطبيعه الحال. نتكلموا على لاعب كبير، وانا بحثت على بعض من المعلومات او بعض من يعني الاشياء الخاصه بتاريخك. لقيت لاعب لنادي اليوبرز، لاعب في المنتخب المصري لسنوات كثيره، لعب في نادي الشمس ايضا. لو تلخص لنا مسيرتك الكروية كلاعب في مجال كرة السلة سواء عبر النوادي أو حتى على المنتخب، كيف كانت البداية وكيف كانت التألق، ومن كان المدرب أو المنقب الذي كان له دور كبير في تألق كابتن محمد شكري في تاريخه الكروي؟ والله طبعا، اولا ده شرف ليا جدا ان حضرتك سالت عن تاريخي يعني وعرفت المعلومات. يعني انا ادي لك نبذه صغيره يعني عن اللي انا عملته في كره السله يعني. هو الحقيقه انا ابتديت باسكت في نادي هليوبلس. نادي هليوبلس هو له طبيعه خاصه مختلفه شويه عن نوادي الاهلي والزمالك والجزيره والاتحاد. نادي هليوبلس هو نادي اجتماعي جدا، نادي من الانديه الراقيه جدا 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 في مصر الحقيقه، يعني ما كانش الارقى يعني من وجهه نظري الشخصيه. وهو نادي برضو له تاريخ كبير جدا، سواء تاريخ رياضي او تاريخ اجتماعي، وله تاريخ في مصر يعني. الحقيقه انا ابتديت كره السله بالصدفه البحته. احد المدربين يعني انا كنت بحب الباسكت جدا يعني، انا كنت بلعب كوره، فكنت بروح اقف عند ملعب الباسكت كده اتفرج. فواحد من المدربين رحمه الله عليه يعني كابتن فاروق عبد الواحد قال لي طب ما تيجي تلعب معانا. فالحقيقه انا لما نزلت ملعب الباسكت وابتديت العب باسكت انا ما رحتش الكوره تاني يعني. انا حبيت الباسكت جدا، وابتديت يعني رحلتي في كره السله يعني. نعم. بس نادي هليوبلس زي ما قلت لك انا اتربيت فيه، وهو بيتي الحقيقه يعني، واتعلمت فيه على ايدين مدربين عظام جدا جدا، اذا كان كابتن فاروق عبد الواحد، كابتن عاطف عطوه، كابتن فيليب الحديدي. والناس دي ناس اضافت ليا واضافت لجيلي من في كره السله ناس لعيبه كتير كويسه جدا جدا يعني. نعم. وعملت اجيال رائعه يعني. نعم. بعد كده طبعا انا بقى اللي اثر فيا يمكن بشكل كبير جدا كان مدربي والمنتور بتاعي هو كابتن سامي الشاروني والكابتن شريف عزمي. الاثنين دول الحقيقه لما حضروا النادي هليوبلس، واحد فيهم كان ماسك الفيرست تيم والتاني كان ماسك فريق ال 20 سنه او 18 سنه، وانا كنت لسه صغير. وهو الحقيقه كابتن شريف عزمي صعدني بالاتفاق مع كابتن سامي يعني الى فريق الدرجه الاولى، وابتديت رحلتي مع فريق الدرجه الاولى. انا يمكن قعدت العب في نادي هليوبلس سنين طويله جدا. انضمامي للمنتخبات كان منتخبات الناشئين في العموم. انا كنت بدرس طب الحقيقه، والطب في جامعه عين شمس كان في منتهى الصعوبه، فكان صعب عليا ان انا اكمل في الاثنين بنفس الكفاءه يعني. وطبعا انت لما بتيجي تلعب منتخبات وخلافه بيبقى عندك ارتباطات كتيره قوي، وده كان صعب
جدا في دراسه الطب يعني. فانا اثرت اللعب للنادي اللي هو اللعب المحلي اكتر من اللعب الدولي يعني. انا نعم. ليا في جيلي الحقيقه لعيبه كتير جدا اذكرهم بالخير، ولاعيبه عظام: اسماعيل احمد، كابتن اسماعيل، احمد عبد الوهاب بيبو، طارق الغنام، الكرداني، ساندرو. يعني كان الحقيقه انا مش عايز انسى حد، حسيني سمير. مجموعه رائعه جدا جدا من اللاعبين شالت المنتخب المصري سنين طويله، واحنا كنا زملاء الحقيقه في منتخبات الناشئين كلها. حتى لعبنا مع بعض في منتخب 22 سنه. يمكن هم كملوا انا ما كملتش، لكن هو ولعبنا مع بعض في منتخب 22 سنه اللي لعب فيه بعد احد السنين يعني كفريق في الدوري الممتاز. بس فادي نبذه صغيره. انا رحت نادي الشمس الحقيقه، لعبت سنه واحده في نادي الشمس، وبعد نادي الشمس رجعت تاني على طول لنادي هليوبلس يعني كان في ظروف في نادي هليوبلس يعني بس هي اللي حصلت. يعني النادي الام والنادي الاكثر تاثيرا على مسيرتك الكرويه هو نادي نيوبلس بطبيعه طبعا الحال. طبعا طبعا نادي هليوبلس أدين له بكل شيء. هو اللي عمل محمد شكري كاسم وكلاعب وكل شيء يعني. ابو حميد، ندخل معك في الموضوع. انت اليوم مدير تقني للمنتخبات الوطنيه، وهي فرصه حتى نهنئك لهذا المنصب، ونعرف بان هو تكليف قبل ما انه يكون تشريف بطبيعه الحال. ولكن خليني نبدا معك في البدايه. لما يكون مدير تقني ذو تاريخ كروي، الى ماذا يعطي تاثير ايجابي في وضع هويه لعب لدى المنتخبات، في وضع استراتيجيه تكون عمليه اكثر منها كتابيه، خلينا نسميها بالتعبير المجازي، من اجل الرقي والتقدم في مجال كره السله؟ طيب، انا في الاول انا احب طبعا ان انا اشكر جدا دكتور مجدي ابو فريخه واعضاء الاتحاد، وكمان نعم. عمرو بسلحي وجميع اعضاء الاتحاد على ثقتهم فيا في ان انا ان شاء الله اتولى هذا المنصب يعني. وزي ما حضرتك قلت منصب مدير المنتخبات في المنتخب المصري او المنتخبات المصريه، مدير المنتخبات منصب استراتيجي اكتر منه منصب تنفيذي. نعم. يعني احنا الحقيقه الهدف اللي انا لمسته من الاتحاد، ويمكن هو الهدف بتاع المجموعه كلها اللي موجوده حاليا يعني، هو ان احنا عايزين نحط استراتيجيه حقيقيه لتقدم كرة السله المصريه الفتره اللي جايه، ونعوض بعض من يعني عدم التوفيق اللي حصل الفتره اللي فاتت، سواء على مستوى الناشئين او على مستوى الفريق الاول. نعم. فاحنا هندور على ان احنا الحقيقه احنا بنحط خطط دلوقتي. يعني طبعا انا لسه ماسك ما بقاليش اسبوعين ثلاثه الحقيقه. يعني فبنحط مجموعه من الخطط. هذه المجموعه من الخطط هي في خطط منها لونج تيرم طويله الامد، وفي خطط اخرى شورت تيرم عشان نبتدي نلعب على بطوله افريقيا اللي جايه باذن الله. وهيتم عرضها على الاتحاد علشان خاطر نبتدي نشوف ايه اللي ممكن يتنفذ منها وايه اللي احنا هنمشي في انهي سكه بالظبط يعني. حاليا في الوضع الحالي احنا لسه عندنا انتخابات للاتحاد ان شاء الله هتحصل كمان يمكن شهر او شهر ونص، وهتكون احنا باذن الله جهزنا الملف كامل للعرض على المجلس، وان شاء الله يكون القرار في الاخر للجنه المنتخبات ولمجلس الاداره يعني. نبقى دائما في المنصب ونبقى دائما في البرنامج ونجمع ما بين مسيرتك الكرويه والمنصب. نتكلموا على مدير تقني لم يكن لاعب سابق في الاهلي وفي الزمالك وفي الاتحاد الاسكندري وفي الجزيره. ماذا يعني لك هذا المنصب، انك لاعب ليس من النوادي الكبيره اللي اليوم الكل يتكلم عليها، واخذ وكسب ثقه مجلس اداره الاتحاد المصري من اجل انه يكون هو الهرم او الذي هو اللي يحط الاستراتيجيه من اجل نجاح كره السله المصريه؟ والله يعني انا سعيد جدا ان الاتحاد المصري عنده هذا الفكر المتطور، وليس مقتصر فقط على مجموعه من الانديه هي اللي ممكن يطلع منها هذه العقول. لا، احنا مصر كبيره جدا وفيها انديه كتير على فكره، وفيها ناس كتير جدا كويسه. صحيح في انديه بارزه جدا، نادي الاتحاد السكندري، نادي الاهلي، نادي الزمالك، نادي الجزيره، سبورتنج، يعني في انديه في كره السله متقدمه جدا، ولكن الاداره ليس لها علاقه بالتقدم الفني للعبه. احنا كل اللي بنعمله دلوقتي هو اورجنايزيشن، هاو تو اورجنايز، ازاي ان انت تحط كره السله على طريق مظبوط. هذا الطريق
يحتاج الى العلم والدراسه، وده اهم شيء في الوقت الحالي، علشان خاطر الرياضه ما بقتش زي زمان. الرياضه اتغيرت وبتتغير بشكل مستمر، وادينا شفنا التقدم الكبير جدا اللي بيحصل في الرياضه. يعني احد الحاجات يمكن اللي احنا التجارب الناجحه يعني اللي احنا عملناها السنه اللي فاتت، والحمد لله انا كنت شريك فيها. انا كنت المعد النفسي لنادي الاتحاد السكندري السنه اللي فاتت. اشتغلت مع الكابتن احمد عمر الحقيقه ومع الجهاز الفني بتاع نادي الاتحاد، وعملنا نتائج كويسه جدا، وكسبنا الكاس وكسبنا الدوري الممتاز. والحقيقه الفرقه دلوقتي بتلعب البطوله العربيه وشكلها جميل جدا جدا وبيلعبوا كويس قوي. التجربه دي واحده من التجارب اللي المفروض انها تخش في المنتخبات. الاعداد النفسي الرياضي شيء مهم جدا جدا، لابد ان هو يكون موجود بشكل مستمر ومن منتخبات الناشئين، علشان خاطر النهارده لما تيجي اللعيبه دي تطلع في مواجهات دوليه تبقى معده نفسيا لهذا الكلام. لما يجي يبقى عندها بطولات كبيره، بطولات مهمه، ايفنتس مهمه، يبقوا معدين لهذا الكلام. احنا بنشتغل على هذه الملفات المختلفه كاداره منتخبات، بحيث ان احنا نقدر ان احنا نقدم ملف كامل ان شاء الله لمجلس الاداره، علشان خاطر يبقى فعلا وسيله للارتقاء بكره السله باذن الله المصريه يعني. دكتور، ربما كنت راح نذهب إلى موضوع آخر وسؤال آخر، ولكن أثار انتباهي مسألة الكوتش مونتال، يعني المدرب اللي يحضر ذهنيا اللاعب. اليوم وحنا حتى نكونوا صرحاء، فيه ظاهرة من لم يمارس كرة السلة ويدرب في مجال كرة السلة. اليوم لما نتكلم على التحضير الذهني اللي أشرت له، واللي هي تجربة مهمة بطبيعة الحال، هل نوعية المدربين يجب أن تكون نوعية مدربين اللي عاشت الهاي ليفل، حتى التحضير للاعب كيفما كان عمره يكون تحضير ذو مستوى عالي، أم أننا نرتكز على المدربين المكونين التكوينيا، يعني تيوريك، اوكي، هما اللي نعطيهم هذه الصلاحيه؟ ما هي المعايير المدربين مثلا التي في حاله ما ان شاء الله يا ربي يعني كان هناك الاستمراريه وقبول كل البرنامج انكم ستعتمدون عليه؟ ما هي نوعيه المدربين الخاصه بالتحضير الذهني في مجال كره السله؟ بالنسبه للمنتخبات ففي الاغلب احنا سوف نعتمد على المدربين الاجانب، مش هنعتمد. يمكن يعني الفتره الجايه اعتقد ان الاتحاد عنده اكتر من اسم بيدرس الاسماء دي على استقدام مدير فني اجنبي. يعني هو الفتره اللي جايه اعتقد هيكون مناسب لينا المدير الفني الاجنبي. احنا عندنا مجموعه من الشباب المدربين. يا ابو حميد، ما نتكلموش على المدرب، نتكلموا على المدرب اللي يحضر ذهنيا. يعني انت قلت انك اشتغلت في الاتحاد الاسكندري وكنت مهيئ نفسي للاعبين في الطاقم التقني لكل المنتخبات. ما هي نوعيه المدربين اللي سيكون دورهم تحضير الذهني التحضير الذهني؟ بالنسبه للتحضير الذهني، لا بص انا هقول لحضرتك على شيء. لعبه كره السله لعبه الحقيقه معقده جدا، مش لعبه سلسه، لا لعبه فيها كم كبير جدا من المتطلبات المهاريه والمتطلبات البدنيه والاحداث الذهنيه المختلفه اللي بتحصل او للعيب في المباراه، وهي سريعه جدا، لعبه سريعه. يعني احنا دايما بنقول على كره السله، كره السله you are not just playing against an opponent, you are playing against time. انت بتلعب ضد الوقت. الوقت هو العامل الاساسي اللي انت بتلعب ضده. فهو اللعيبه لازم من وهي صغيره تبتدي تفهم هذا الكلام، وتبتدي تعرف ان هي تتعامل مع هذا الامر بالتحكم في افكارها، بالتحكم في مشاعرها وخلافه. طبعا بالنسبه لكره السله وهذه الاحداث الكتيره قوي في كره السله، يفضل اللي يشتغل في هذا المجال يكون على الاقل مارس اللعبه. يعني نزل ملعب كره السله وحس بما يشعر به لاعب كره السله. لان خلي بالك انت كره السله في الاخر هم 12 لعيب بيتسجلوا في الفرقه، في 5 بيلعبوا وفي ناس ما بتلعبش خالص. انت لازم النهارده تعرف تعمل اتزان في الفرقه ما بين الناس اللي بتاخد تايم كبير، الناس اللي بتاخد تايم قليل، الناس اللي ما بتاخدش تايم خالص. فطبعا كره السله يفضل اللي يشتغل في الاعداد الذهني
يكون مارس اللعبه وعنده من يعني بعضا من الخبره عشان يعرف يتكلم مع اللعيبه. نعم. نعم. نبقى في هذه النقطة، وهذه نقطة مهمة. وهنا نرجع إلى البرنامج. الأكيد بأنه كانت هناك إدارة تقنية قبل مجيئك. يجي يعني الآن الدكتور محمد بخبرته، بمستواه العلمي والثقافي والرياضي إلى غير ذلك. أنا سؤالي: ما هي الركائز التي ستعتمد عليها يعني في برنامجك؟ يعني شو هي الأمور التي قمت بتحليلها ومن خلالها يعني يرتكز برنامجك الذي ستقدمه للاتحاد المصري؟ الامور اللي يمكن اللي حاليا اللي انا برتكز عليها اكتر هي نعم. رقم واحد المسابقات وشكل المسابقات نعم. ونوعيه المسابقات اللي بتحصل داخليا، لان هي دي في الاخر اللي بتفرز سواء اللاعبين الناشئين او النهارده هي اللي بتدي الليفل اوف ذا جيم بتاع لعيبه الدرجه الاولى يعني. نفهم من كلامك انه حيكون تنسيق بينك وما بين لجنة البرمجة على نوعية معينة في يعني في المسابقات، ام طبعا ماذا؟ طبعا طبعا. ويمكن انا كلمت رئيس لجنه المسابقات الحقيقه، وهيحدث بينا اجتماع قريب جدا للتنسيق مع بعض ونشوف ايه الحاجات اللي احنا نقدر نطورها في الجزء ده، لان احنا عندنا مقترحات كويسه جدا. رقم اتنين هي لجنه الاحصاء أكيد. statistics. مم. سبورت statistics ناو، يعني انت النهارده لازم يبقى عندك احصاء سليمه 100% تخص جميع لاعبي الدوري الممتاز، ويعني لا سيما لو هي قدرنا نغطي كمان الناشئين بتوعنا، علشان أكيد. خاطر احنا نبقى عارفين ايه الجابس اللي عندنا وازاي نغطيها للعيبه دي. نعم. فالاحصاء من الحاجات المهمه جدا اللي احنا برضو ان شاء نعم. الله هتكون احد الحاجات اللي احنا هنركز عليها. نعم. رقم ثلاثة هو الاعداد البدني والاعداد الذهني، زي ما قلت لحضرتك طرق الاعداد المختلفه. رقم نعم. أربعة العلاقات مع الاتحادات المختلفة، الخبرات الأخرى خصوصا الخبرات يمكن الأوروبية. الناس دي عندها خبرات كويسة جدا جدا في مجال كرة السلة ومتقدمين، احنا محتاجين لهذا التبادل يعني. نعم. احنا زي ما من قلت أين لحضرتك احنا على تستفيد المستوى مثلا؟ الاستراتيجي عندنا ملفات كتيرة جدا جدا مفتوحة في الوقت الحالي، نعم. يمكن هو ده اللي حضر لذهني منها. نعم. ولكن هذا هو الملف اللي بيتم إعداده يعني لكرة السلة المصرية إن شاء الله. على ذكر الشراكات مع الاتحادات المختلفة، يعني خاصة ربما نفهم من كلامك أنه توجهك توجه أوروبي أكثر من أنه توجه للمدرسة الأمريكية اللي هي عالم آخر وليفل آخر يعني في مجال كرة السلة. كيف يعني في نظرك أو في النظر وفي ذهنك كيف سيكون التعامل مع هذه الشراكات؟ هل من خلال ربما إقامة دوريات ودية، الشيء الذي يجعل الشراكات تكون أكثر متانة؟ هل هناك في التربصات؟ هل هناك مثلا في بعث أو فرض مثلا حكم أو حكمين مصري أو مصرية يعني يديرون مباراة نهائية في دوري ما، سواء يكون عربي أو أوروبي؟ لو تتحدثنا أكثر عن يعني نقطة الشراكات بطبيعة الحال. تمام. فيما يخص هذا الامر طبعا احنا مش هنركز بس على المدرسه الاوروبيه، ولكن اكيد طبعا احنا عندنا المدرسه الامريكيه، دي مدرسه مهمه جدا جدا ومحطوطه في الاعتبار، خصوصا ان احنا عندنا ام بي اي افريكا موجوده في مصر. يمكن موجود فيها تحية. عبد المطلب وجو موجودين، فيعني هيبقى طبعا اكيد هيبقى فيه هنفتح معاهم كلام كتير. الشراكه دي هتحصل ازاي؟ تحصل عن طريق تطوير المدربين، هتحصل عن طريق بطولات وديه، تحصل عن طريق تطوير التحكيم زي ما حضرتك قلت، ممكن تحصل عن طريق ان احنا نشوف برامج الاعداد بتاعه الناس دي بتشتغل ازاي، ونبتدي ان نعم. احنا نستعين بهذه الخبرات او ندخل هذه الخبرات بشكل او باخر، نعم. ويبقى في نستفيد من اللي الناس دي بتعمله يعني. احنا مش نعم. هنقعد نبص عليهم من بعيد، احنا لازم نخش ونشوف ناس تعمل ايه، واحنا زي ما بيقولوا احنا مش هنخترع، مفيش اختراع. الناس دي أكيد. موجوده في حته، احنا عايزين نروح في المكان ده، فكل اللي هنعمله ان احنا هنبتدي نشترك معاهم بشكل او باخر، ورك شوبس، نجيب ناس من بره، يعني هنتعامل معاهم يمكن بشكل فيه قرب اكتر
هنحاول ان احنا نقرب اكتر من الفتره اللي فاتت يعني. انت تكلمت قبل لحظات على المدير الفني الاجنبي في المنتخبات، خاصه في المنتخب الكبير. وهنا نعرج معك الى اخر التظاهره او اخر فيفا داي اللي كانت المخصصه بتصفيه الافروكان، والتي اقيمت الشوط الاول بدوله مصر الشقيقه في القاعه. ونعرف بان مصر ما شاء الله بنيات تحتيه على اعلى مستوى، يعني وحدث ولا حرج. ما بين الإخفاق البطولة العالمية وعدم التأهل في للألعاب الأولمبية، جات الفيفا داي الخاصة بالتصفيات الإفريقية فوزين وهزيمة. كيف كانت آثار تلك الهزيمة للمنتخب المصري، وما هي الأمور التي ربما سيشتغل عليها الكابتن محمد شكري من أجل وضع مدرب يناسب عقلية اللاعب المصري ويعاود يرفع من مستوى المنتخب المصري مثل ما كان في السنتين او 3 سنوات الاخيره؟ انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. هو طبعا القرار مش انا لا امتلكه لوحدي، هو قرار في الاخر قرار مجلس الاداره، ولكن يعني انا مش قادر ارد قوي على النقطه دي، لان احنا لسه في طور الدراسه، وفي مدارس كتيره جدا في كره السله. نعم. في مدارس كتيره جدا في كره السله، في مدرسه اوروبا الغربيه، في اوروبا الشرقيه، في مدرسه الامريكيه، في مدارس في كره السله دلوقتي في التدريب. نعم. فاحنا بنحاول نقرب على قد ما نقدر ان احنا نجيب نعم. حد يكون يعرف يتعامل مع اللعيبه بتاعتنا، على النهج التفكيري بتاع اللعيبه بتاعتنا ويطورهم. نعم. حاليا احنا بندرس، نعم. يمكن ما فيش اي يمكن معلومات اقدر اقولها لك صالد في الوقت الحالي يعني. أكيد. ابو حميد، في مره كان معي الكابتن عمرو ابو الخير صديقنا اللي نحييه من هذا المنبر، رفقه تعتقد فؤاد ابو شقره ومحمد سليم، وكنا نتحدثوا في كانت في الفتره الخاصه بالمونديال الاخير اللي تكلمنا على اللاعب المجنس في اللي كان اختارته المنتخب اللبناني، واللاعب المجنس الذي اختير للمنتخب الأردني. وتكلمنا على منتخب مصري اللي ربما جزئيات بسيطة في بعض المباريات هي التي خلته أنه ينهزم في تلك البطولة العالمية. هل اليوم جاء الوقت اللي ربما الإدارة التقنية والاتحاد المصري يأخذ مغامرة تجديد لاعب ما بنوعية معينة قادر أنه يعطي الإضافة التي هي غير موجودة عند اللاعب المحلي، أم أنه تجربة منتخب كرة اليد الذي وصل إلى دور نصف النهائي للمونديال 2001 وصل إلى نهائي الألعاب الأولمبية الأخيرة بطوكيو تخلي بأنه من سابع المستحيلات نجد بأنه يكون هناك لاعب مجنس في المنتخب المصري لكرة السلة؟ قرار سياسي يعني تجنيس لاعبين، والنهارده ده في قرارات انا حتى ما اقدرش ان انا اقول ان احنا ممكن يعني في قرار. هذا القرار قرار كبير، مش قرار شخص، ده قرار سياسي. وبعد نعم. كده انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا مش عايز اقارن ما بين كره السله وكره اليد نعم. خالص. مصر متقدمه جدا في كره اليد، ولكن المنافسه في كره اليد اقل كثيرا من المنافسه في كره السله. يعني كره اليد امريكا ما بتلعبش كره يد، امريكا الجنوبيه ما فيش غير دوله او دولتين بيلعبوا كره يد. النهارده يمكن كره اليد يعني الدول المنافسه فيها هي دول اقل من كره السله. كره السله يعني بص حضرتك على اسيا وتقدم اسيا في كره السله عامل ازاي، الصين عامله ازاي، اليابان عامله ازاي، يعني كل ده منافسين. فطبعا انتشار كره السله والمنافسه في كره السله هي حاجه كبيره قويه. اكيد. اكيد. اكيد بانه تتابع كرة السلة المصرية وتتابع اللاعب المحلي وتتابع البطولة المحلية. ما الذي ينقص اللاعب المحلي اليوم حتى يكون حاضر في الهاي ليفل؟ لما نقولوا الهاي ليفل يعني لما تكون حاضر في بطولة عالمية إلى غير ذلك. هل اليوم وجب على الإدارة التقنية والاتحاد المصري أنه يقوم يعني مثل ما تقوم دول جنوب الصحراء بتصدير اللاعبين في سن صغير حتى تكسب منتخب قوي في الكبار؟
هل وجب أنه يكون هناك تنقيب على لاعبين مزدوجي الجنسية؟ وإحنا سنتحدث بعد لحظات على المنتخب لأقل من 18 سنة، المنتخب المغربي الذي وصل إلى الرتبة الرابعة. ما هي النقائص التي لمسها الكابتن محمد في البطولة المحلية المصرية، وما هي الأمور التي ربما يفكر في القيام بها من أجل تقليص تلك النقائص؟ كل العوامل اللي حضرتك قلتها دي ممكنه جدا، يعني كل اللي حضرتك ذكرته ده فاليد. يعني ان انت النهارده نبتدي ان احنا نسمح للاعبين بالخروج من سن صغير ان هم يروحوا يلعبوا في الان سي دبل اي، او لاعبين اخرين ان هم يحترفوا في الدوريات المختلفه، ويبقى عندك مجموعه كبيره من المحترفين. نعم. ده شيء مطلوب جدا. نعم. ان انت النهارده لو في واحد عنده دبل ناشوناليتي ومش هيلعب في البلد تانية، واحنا نقدر ان احنا نجيبه يلعب معانا، نعم. هنجيبه. يعني نعم. هو في الاخر كل العوامل دي هي العوامل اللي ممكن تساعد على ان احنا المنتخب يبقى قوي. بالاضافه زي ما قلت لحضرتك، انا يمكن متحيز شويه للاعداد الذهني. الاعداد نعم. الذهني عندنا لسه يمكن مش هقول لك في مصر بس، ويمكن في المنطقه العربيه كلها مش واخد حقه. لكن لو رحنا شفنا الدول الاوروبيه ازاي ان هم بيهتموا جدا 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 بنفسيه اللاعبين واعدادهم الذهني والبدني والفني. يعني هم يمكن بيمشوا في الثلاث محاور مع بعض ان باراليل. الولد نعم. من وهو صغير بيبقى جاهز هذا النوع من المنافسات. نعم. احنا شفنا، انا هدي لحضرتك اكزامبل بره الباسكت. يمكن الولد الاسباني اللي اسمه لامين يامال نعم. في برشلونه، نعم. حاجه جميله جدا جدا. يعني ولد ذهنيا هو قادر يواكب وجوده في الفريق الاول لفريق من واحد من اكبر فرق الكوره في العالم. عندنا كابتن مصر يعني ونجم مصر الاول محمد صلاح. محمد صلاح اتكلم كتير جدا في النقطه دي، وقال يا جماعه الاعداد الذهني، انا المنتال براكتس، انا اي براكتس المنتال بتاعي 15 minutes per day. فده واحد من الحاجات. رقم اثنين، التطور الشديد لطرق الاعداد البدني وخطط الاعداد البدني الطويله الامد. دي مهمه جدا جدا جدا، لانها رقم واحد تخلي اللعيب يوصل لاعلى درجه من درجات اللياقه البدنيه والاعداد بتاعه بعد مده. لان الاعداد البدني مش ما ينفعش يكون قصير الامد، لازم يبقى لونج تيرم. فانت بتبني حاجه لوقت طويل يعني. فالحاجات دي كلها اعتقد ان هي لابد انها نبتدي نخش فيها بشكل علمي اكتر من اللي احنا موجودين فيه في الوقت الحالي. على ذكر الفئات العمريه والتحضير الذهني ولامين يامال وكل الامثله التي ذكرتها، ربما مشار ذهني لنقطه مهمه، وهذه حتى ربما اعتقد في مصر تكون، ونحب نعرف كيف سيتم التعامل فيها. هي نوعيه المدربين الذين يدربون في النوادي. نقول في النوادي لانه لاعب منتخب ومنتوج نادي. وانت تعرف بان اليوم في بعض النوادي سمحهم الله تجد مدرب واحد يدرب في الاندر 20 اندر 14 اندر 16 اندر 18 الى غير ذلك. هل سيكون هناك فرض لقانون معين من طرف الاتحاديه المصريه بمعيه الاداره التقنيه في شخصيتك الموقره على انه تكون هناك معايير معينه للمدربين، وكل مدرب يجب ان يكون ذو اختصاص في سند معين، يعني اللي متخصص في الاندر 10 يعني يدرب في الاقل من 10 سنوات، اقل من 12 سنه الى غير ذلك. خاصه الاندر 16 اللي هو ترانزيشن الخاصه باللاعب اللي من بعد الاندر 16، يعني يا اما يكون لاعب كبير يا اما يكون لاعب غير جيد. كيف سيتم التعامل مع هذه النقطه، وكيف ستتعاملون انتم داخل الاتحاد المصري مع هذه النقطه؟ دي واحدة من الملفات، كويس جدا ان حضرتك طرحت هذا الموضوع، لان دي واحدة من الملفات المهمة جدا 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 عندنا، وهي تطوير المدربين. التخصص في الوقت الحالي مش مطروح. ليه؟ هو المدرب هو يمكن اللي بيحط نفسه دلوقتي في مكان معين في حتة معينة. لسه ما عندناش obligations او رولز تقول ان مدرب 12 سنين او 12 سنه او 14 سنه هيظل في هذا المكان. ما عندناش هذا الكلام.
ولكن احنا هنشتغل الاول على العنصر بتاع المدرب كتطوير المدرب في كيفيه التعامل مع اللاعب، في ان هو بياخد دورات تقنيه وفنيه تطور من مستواه علشان يقدر ان هو يدي باسكت احسن للولاد. فالجزء ده احنا هنشتغل عليه طبعا، لان دي واحده من الملفات اللي احنا فاتحينها عين المدربين وكيفيه تطوير المدربين. الاتحاد المصري حاليا بينظم دورات كتيره جدا لتطوير المدربين على فكره، يعني وعلشان خاطر المدرب يقدر يترقى في اللايسنس بتاعته هو مضطر ان هو ياخد هذه الدورات. احنا عايزين تكون هذه الدورات اكثر فاعليه واكثر قوه، وتبقى اكتر عدد اكبر من الدورات، بحيث ان احنا نقدر نوصل المعلومات والافاده للعدد الاكبر من المدربين المصريين يعني وغير المصريين. أبقى معك في هذه النقطة، لأن ربما أنا دائما من خلال أسئلتي ناخذ التجربة المغربية والواقع المغربي، ونحب أنني نسأله يعني كيف يتم التعامل. نتكلم على تكوين أو تطوير المدرب، تطويره من ناحية التدريبية من أجل أنه يرتقي بالباسكت نتاعو. متفق معك، لكن اليوم هذا المدرب في نظرك الذي يتم تكوينه، يتم تطويره، يتم القيام معه بدورات تكوينية، هل اليوم الإدارة التقنية بمعية الاتحاد المصري ستضمن لهذا المدرب الشاب المتحمس المتحفز اللي لعب شيئا ما كرة السلة واللي يحب أنه أو اللي فيه مواصفات المدرب أنه يشتغل من بين الأمور التي ربما جيب هو كندي، هو انك تتكون ولاعب سابق وعندك شغف في مجال اللعبه، ولكن لا تشتغل نظرا لانه هناك اسماء دائما مطلوبه في الساحه ودائما واخذه الاسبقيه. كيف سيتم التعامل مع هذه النقطه؟ والله انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. فير اند سكوير، يعني احنا هندي الفرصه للكل، خلاص. نعم. وفي الاخر الكفاءه في الملعب بالنتائج وبالعمل وبالجهد وبالتطور. لازم نعرف يبقى عندنا معايير للقياسات، عندنا كي بي ايز واضحه، ازاي النهارده نقدر نقيس البرفورمانس بتاع الولاد. البرفورمانس، وزي ما قلت لك احنا هنشتغل دايما على 3 محاور، مش هنشتغل على محور فني فقط، ولكن هنشتغل على محور فني ومحور بدني ومحور نفسي. ال3 دول احنا هنشتغل على الترايات دي عشان خاطر نقيس اللعيبه بتاعتنا النهارده بتتطور ازاي. الراجل المدرب النهارده اللي هيقدر يقوم بالفورمولا دي هيورينا. يعني المنافسه للجميع، في الاخر المصلحه للمنتخب الوطني والمصلحه للبلد. الموضوع مش هيبقى مقتصر فقط على اسماء بعينها، ولكن بالتاكيد ان في ناس عندها خبرات اكتر. احنا يمكن عندنا مدربين سافروا وتعلموا واحتكوا بمدربين امريكان ومدربين كبار، فعندهم مستوى متقدم في التدريب. نحاول نوفر هذه الفرص كمان لاخرين، بحيث ان الامور تبقى منتشره اكتر ويبقى عندنا عدد اكبر للاختيار. اكيد يكتب للاداره التقنيه السابقه والاتحاد المصري، اعتقد لمده 3 سنوات او في ال4 سنوات الاخيره، والحضور الدائم للمنتخبات الشبانيه في مختلف الاصناف، في الفئات، في البنات، في الذكور، سواء كانت بطوله عربيه، بطوله عالميه الى غير ذلك. فنظرك انت اكيد عملت سكاوتنج، يعني عملت تحليل قيم للوضع السابق في مجال كره السله، في نظرك الى مدى هناك تأثير إيجابي لحضور المنتخبات الشبانية من أجل ربما تطوير اللاعب المحلي مستقبلا؟ أنا ربما لما نشاهد تمارا نادر ابنة صديقنا نادر السيد ما شاء الله عليها، نشاهد لورين جاكسون لاعبة المنتخب الاسترالي السابق، طريقه يعني 3 باوند تلعبها الى غير ذلك. شفنا حتى انه فازوا في المباريات التاريخيه بالبطولات العالميه. هذه الاستراتيجيه ما الذي سوف يعني هذه الاستراتيجيه التي كانت قبل مجيئكم، كيف ستحضرون الارضيه الصلبه والارضيه المهيئه حتى يكون هناك استمراريه لهذا الحضور ولهذه النتائج من اجل ان اللاعب المحلي دائما يكون متفوق؟
حضور الفتره اللي فاتت الحقيقه الاربع سنين اللي فاتوا دول، الاتحاد المصري على مستوى منتخبات الناشئين هو حقق نجاحات كبيره جدا. نعم. زي ما حضرتك قلت، الحضور الدائم لفرق الناشئين ومنتخبات الناشئين في كل يمكن المنافسات العالميه وخلافه، نعم. ونجاحهم في تقديم مستوى متميز. ده نجاح ممتاز جدا جدا جدا، وكان بفضل مجهود كبير اتعمل الحقيقه من الاتحاد على مدار الاربع سنين اللي فاتوا علشان نقدر نوصل للناشئين بتوعنا في المكان ده. طبعا بما لا يدع مجالا للشك، احنا عندنا خطه للحفاظ على هذه الانجازات، وبالعكس ان احنا نضيف ليها كمان. يمكن الناشئين اللي احنا شايفينهم دلوقتي والنجاحات بتاعت الناشئين اللي موجوده دلوقتي هم النواه بتاعتنا اللي ممكن تكون موجوده في الاعداد للاولمبياد اللي جايه او الاولمبياد يمكن اللي بعديها كمان. يعني احنا عندنا خطتين، خطه شورت تيرم زي ما قلت لسيادتك هنشتغل عليها السنه دي، وخطه ثانيه لونج تيرم بتتضمن فيها الاولمبيكس ان شاء الله لوس انجلوس اللي جاي. بالتاكيد ان احنا عندنا استراتيجيه مهمه جدا، واحد اولوياتنا هي الحفاظ على هذه المجموعه الرائعه من الناشئين، وان احنا نعمل لهم حاجه الحقيقه نقدر نطور من مستواهم، ونقدر ان احنا نحطهم نبتدي نزقهم في كرة السله في الدرجه الاولى يمكن كمان، علشان خاطر نبتدي ناخد منهم اللي احنا عايزينه بعد مده. تكلمت على سوء حظ يعني كان المنتخبات المصريه مؤخرا، يعني من ناحيه النتائج من خروج اكبر. لماذا ركزوا وكشخص مكون يعني في هذا المجال، هل هذا سوء الحظ كان راجع لاخطاء في خيارات لمدربين معينين، يعني الذين هل راجع الى نوعيه مدربين كانوا في المنتخبات والذين يعني وصلوا يعني الى الحد الاقصى، واصبح يعني الواجب انه يتم تغيير واعطاء دم جديد؟ كيف قيمتم هذا السوء الحظ الذي واجه المنتخبات المصريه، وكيف تستغلون في الشورت تيرم؟ لان اعتقد هذه النقطه هي من بين النقاط الخاصه بالمدى المتوسط او حتى في المدى القصير. هو حضرتك تقصد تتكلم على يمكن بطولة افريقيا اللي فاتت ناشئين؟ واحد من النتائج. احنا نعرف انه التقييم واجب، الفوز واجب التقييم، حتى تشوف انه يعني يتم التقييم، وفي الاخفاق او الخروج من دور ربع النهائي او الى غير ذلك حتى هو يجب انه التقييم. هي الامور التي يتم تقييمها، وهي الامور التي سيتم وضعها من اجل عوده كره السله وعوده المنتخبات التي تكتسب صحيح من ناحيه الفوز بالالقاب. طيب انا بص حضرتك، بالنسبه للنجاح والاخفاق، معايير القياس، معايير النجاح والاخفاق لابد ان تكون مختلفه، وليس خصوصا في الجزء بتاع الناشئين، وليس فقط على التوفيق وعدم التوفيق. التوفيق ان احنا كسبنا، ممكن جدا انت تلعب جيم كويس قوي 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 ولا توفق، تخسر. اكيد. وحصل مع المنتخب المصري الاولاد يمكن 18 سنه في بطوله افريقيا اللي فاتت. الفريق ده فريق كويس جدا جدا. خروجه من دور الثمانيه مش معناها ان انا النهارده الفرقه دي انا هقدر احكم عليها اقول عليها الفرقه دي مش كويسه، لا 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 خالص. او مثلا المشكله في كابتن جرحي. كابتن جرحي يعني اسم كبير جدا جدا في مصر، واحد من احسن المدربين الموجودين عندنا. فطريقه الحكم وطريقه التقييم لابد ان تختلف بعض الشيء. مش لازم ان احنا النهارده نكون حاصرين نفسنا في التقييم، خصوصا في الجزء بتاع الناشئين. تطور الناشئ مش على نتائج فقط، ولكن على الاداء، على التطور زي ما شرحت لسيادتك، التطور الفني، التطور البدني، التطور النفسي، معايير اخرى هتضاف للتقييم خصوصا في الناشئين، لان هو ده اللي احنا في الاخر زي ما قلت لك، خصوصا يخص الناشئين. اتس لونج تيرم بلان. ده لسه صغير، لسه ما عملش حاجه، مش معقوله. احنا طبعا حابين جدا النتائج انها تكون نتائج ايجابيه بالتاكيد، وهندور اكيد على النتائج الايجابيه، لان مصر يمكن طول عمرها في الناشئين خصوصا في حته كويسه جدا. ولكن
الاخفاق مره مش معناها ان حصلت مشكله عظيمه يعني. نراجع نفسنا تاني، نحلل، نشوف ايه الاسباب، ومش لازم تكون الاسباب فنيه، ممكن تكون الاسباب ليها حاجات اخرى، ونبتدي نصلح هذا الكلام يعني. نعم. اتفضل اتفضل. اتفضل يا كابتن. بس انا كنت حابب انه في نفس السياق الخاصه بالفوتوغرافيه. نعرف بان كابتن احمد واحد من التقنيين الاهلاويه الكبار اللي يعني اللي اعطوا لكره السله المصريه الكثير، وواحد من يعني من المشاريع الخاصه بالمدربين الكبار في كره السله المصريه. خليني ناخذك من دولة مصر الشقيقة الحبيبة الغالية، دولة الفراعنة ودولة النيل، إلى المملكة المغربية. أكيد بأنك على دراية بنتائج كرة السلة الوطنية، أكيد أنك على دراية بفوز المنتخب المغربي بكأس إفريقيا المحليين كإنجاز معنوي كانت قبل سنة. أكيد بأنك على دراية بإقصاء المنتخب المغربي من الدور الأول في البطولة العربية. أكيد أنك على دراية بأن المنتخب المغربي للمرة الثانية على التوالي سوف لن يشارك في الأفروكان والتي ستلعب يعني النافذة المؤهلة الأخيرة في شهر فبراير. بين هذا وذاك كان هناك وصول المنتخب المغربي للدور النصف النهائي لأقل من 18 سنة بتشكيلة فيها أكثر من 65% لاعبين مزدوجين الجنسية. في نظرك ومع العطالة التي المفروض هي واقعية للمنتخب الكبار، أنت مثلا كمدير تقني مع هذا الإنجاز، مع هذا الوصول إلى أوروبا الرابعة، ما هي المكتسبات وكيف يمكن أن نطور هذه المكتسبات حتى نحقق كرة السلة المغربية في طريقها الصحيح يعني من هنا إلى 2028، لأن 4 سنوات من المنتخب الكبار يعني يجب أنك تشتغل على الفئات العمرية. كيف يمكن أنك تطور هذا المكتسب رابعة إفريقيا مستقبلا؟ طبعا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. يمكن منتخب المغرب 18 سنه، انا عايز اهنيهم الاول على ادائهم الرائع في بطوله افريقيا اللي فاتت الحقيقه، وحصولهم على المركز الرابع، وده انجاز رائع جدا ليهم الحقيقه. الفرقه دي كانت مفاجاه للجميع. لازم حضرتك تبقى، يمكن احنا كنا منتخب مصر كان في حته بعيد شويه، واحنا كنا متابعين منتخب مصر خصوصا بعد الخساره المفاجاه من انجولا في المجموعات، وبعديها الحقيقه لم نوفق في ماتش السنغال. ولكن المنتخب المغربي لفت النظر وخلانا نرجع تاني يمكن نتفرج على ماتشاته ونتفرج عليه. وانا لو من وجهه نظري هذا المنتخب هو نواه رائعه يتبني عليها. يتبني عليها النهارده فريق قوي جدا للمغرب. الولاد دول فيهم اكتر من لعيب الحقيقه، ممكن ان هم نبتدي نزقهم فوق ونبتدي نهتم بيهم، علشان خاطر في يوم من الايام هيكونوا من اساسيين وركائز للمنتخب المغربي. انا كان في ولد لفت نظري الحقيقه وكتبت اسمه عشان ما انساهوش، وهو ريان صلحي. ولد ممتاز، لاعب ممتاز. انا ما اعرفش عنه حاجه، بس الولد دوت انا ما اعرفش هو متدرب فين، لكن هو واختير هو اعتقد في منتخب افريقيا. ولد رائع من هدافين البطوله وكويس جدا جدا. يعني النهارده عندنا اكتر من لعيب نقدر يتبني عليهم فرقه، يتبني عليهم ممكن نعمل قفزه كبيره للمنتخب المغربي ان شاء الله في السنين القادمه. الولاد دول يخشوا في لونج تيرم بروجكت، ويتم بقى بعد كده التطعيم بالاصغر سنا، يتم الاختيار يعني بعد الخبرات اللي من فوق، ونبتدي نبني على هذا الجيل بدايه محترمه جدا، يدينا في الاخر الحقيقه منتخب مغربي قوي جدا يعني. نعم. هل ما تشوفش بانه هذا الانجاز من الواجب انه
يشجع الاداره التقنيه من اجل الفرض على النوادي الخاصه بالدوري الممتاز اشراك لاعب، نقول اشراك ليس على ورقه المباراه، ولكن اشراك لاعب لمده اقل، على الاقل 5 أو 6 دقائق في 40 دقيقه اجباريه، حتى يحس بالفريق الكبير ويبدا يعني يطور نفسه من اجل انه يكون ما بين اللاعب الكبار وصنف 18 سنه. ما تشوفش بانه هذه من بين النقاط التي وجب انه يتم وضعها؟ بص، هو الاول انا لازم اعرف الولاد دول عايشين فين. هل هم عايشين في المغرب ولا لا، عايشين في هناك، فرنسا مثلا؟ حتى نعطيك المعلومه على فكره، فهناك اكثر من 60% هم يعني تكوين اوروبي، يعني في دوريات اوروبيه، دوريات فرنسيه ودوريات اخرى، وفي حتى واحد من دوري الجامعات الامريكيه، يعني في الولايات المتحده الامريكيه، بالاضافه الى 4 أو 5 لاعبين محليين. الان هؤلاء اللاعبين هم مزدوجي الجنسيه، تم البحث عليهم، وهي فرصه اننا نحييه الاداره التقنيه على هذه النقطه بالضبط، وهذه الجرأه التي كانت لهم. الان 18 سنه، رابع افريقيا. ما هي الامور التي يجب ان نقوم بها حتى نكون الاول او الثاني لاقل من 20 سنه في نظري؟ اهم حاجه تسيبوهم في الدوريات بتاعتهم. اول حاجه الولاد دول يتسابوا في المكان اللي هم نشأوا فيه وابتدوا ان هم يتعلموا فيه. رقم 2، نعم. هو اللي مطلوب بقى ساعتها في الوقت الحالي هو ان يتعمل على فترات مختلفة تجمعات للاولاد دي. هذه نعم. التجمعات انهم لازم يشوفوا بعض، لازم يلعبوا نعم. مع بعض، نعم. ولازم تفضل بناء اللي احنا بنسميه روح الفريق. روح نعم. الفريق، الانتماء للفريق. والحقيقه هو انا اتفرجت عليهم، هم الولاد بيلعبوا بروح كبيره جدا. احنا لابد من نعم. المحافظه على هذه الروح، على نعم. الانتماء لفانيله المغرب. يفضلوا المغرب دايما والشام. عايزين جايين يلعبوا. تاني حاجه، انتوا من فتره لاخرى لابد من تجميعهم ولعب مباريات وديه، لعب بطولات وديه بشكل او باخر، بحيث ان يبتدي يحصل يعني ما نسميه الانسجام الكامل ما بين الفريق ده. هنلاقي بعد كده منتخب في منتهى القوه. فهو لازم نعم. دايما يبقى الولاد تحت العين متراقبين، شايفين كويس قوي، ويتم من فتره لاخرى جمعهم وعمل اعداد ليهم كويس. ويمكن الاعداد مش تدريب على قد ما هو مباريات، مباراة. يلعبوا مع بعض مباريات كتير. لو في اي نعم. فرصه لاي بطوله النهارده احنا هنزقهم يلعبوا. ابو حميد، استغل وهذه اخر سؤال والحوار ما شاء الله معك يعني هو متعه، وانا كنت مجهز نفسي يعني نفسيا باني حستمتع، مثل ما قال لي جو، قال لي حتى الطلبه، الله يمسيهم بالخير، بانه ابو حميد واحد من افضل الناس يعني اخلاقا وتاريخا وكل شيء. كمدير تقني ان شاء الله ببرنامج يعني واضح بانه مخطط على اسس صلبه، هل مثلا لو جات الفرصه في يعني انك يكون هناك شراكه مع الاتحاديه المغربيه والاداره التقنيه المغربيه، ما هي الامور التي يمكن ان تكون داخل هذه الشراكات؟ يعني هل تبادل خبرات من ناحيه التقنيه، من ناحيه التدريبيه، مباريات وديه؟ ما اعطينا ربما بعض من الامور التي يمكن ان تكون في حال ما كانت هناك شراكه ما بين الاداره التقنيه المغربيه والاداره التقنيه. الامور مفتوحه لتبادل الخبرات وللاشتراك مع بعض في برامج مختلفه في كل المجالات. انا بالنسبه لي انا شخصيا، انا بكلم حضرتك يعني عني انا شخصيا، في كل المجالات. الاخوه في المغرب لما النهارده في اي شيء النهارده ممكن ان احنا نقدر نتعاون فيه هنتعاون فيه. فخلي بالك الرياضه ما بقاش فيها اسرار، ما بقاش فيه اسرار خلاص. حضرتك ممكن تفتح اليوتيوب تشوف كل حاجه. بالعكس، الدول بتتقدم بالشراكه. بالتاكيد لو الاتحاديه المغربيه في يوم من الايام احتاجوا ان احنا نعمل اي نوع من انواع التعاون او طرح اي موضوع يخص التعاون، فاحنا هنخش فيه بدون اي تفكير، يعني بشكل يفيد الاتحاد المصري ويفيد الاتحاد المغربي.
سواء على نطاق البطولات، سواء على نطاق المدربين، سواء على نطاق الاعداد، سواء على نطاق المنتخبات، الحكام. جميع المجالات مفتوحه للتعاون، ما عندناش اي مشكله خالص، بالعكس احنا نرحب بالتعاون، خصوصا مع دوله شقيقه وغاليه على قلوبنا كلنا حقيقه زي المغرب. انا عايز اقول لك مش حاجه ممكن. صغيره كمان. انا يمكن تفضل. انا بنتي بتلعب تنس، و ما شاء الله. وحصلوا على بطوله افريقيا في المغرب. هي سافرت المغرب كتير ما شاء وليها الله يعني. اصدقاء الخير كتير عليك. مغاربه. فالمغرب الحقيقه، وانا كنت عايش فتره طويله في فرنسا، فليا اصدقاء كتير جدا جدا مغاربه برضه، فالحقيقه هم اخوه فعلا. أكيد. فانا زي ما بقول لك على الصعيد الشخصي، لا المجالات كلها مفتوحه يعني. أبو حميد، ممكن نتكلم أو نختم هذا الحوار من غير ما نتكلم على تجربة، مش نتكلم على المنتخب ديال السودان، لأن المنتخب السودان تجربة يعني حدوثة لوحدها، من رئيسها إلى مدربها إلى لاعبيها، ولكن هناك تجربة لبلد عربي، حتى هو البلد محبوب، هو دولة ليبيا الشقيقة التي أين كانت وأين أصبحت اليوم. دولة بمدرب ما شاء الله اسمه فؤاد أبو شقرة، هو داهية وأنت تعرف أكثر مني بطبيعة الحال. ما شاء الله يعني، كون منتخب دوري ما شاء الله، يعني ماشي في المستوى العالي. كيف تقيم هذه التجربة؟ وفي نظرك ما هي الأسس التي نجحت فيها دولة ليبيا حتى تكون هذا المنتخب الذي هو على بعد فوز واحد حتى يتأهل إلى الأفروكان الذي لم يتأهل لها منذ 2009؟ التجربه الليبيه تجربه الحقيقه تستحق الاشاده بيها. البلد فتحت جميع المجالات في كره السله علشان خاطر تقدم اللعبه، سواء على مستوى نعم. المدربين، سواء على نعم. مستوى المحترفين، نعم. وعملت دوري قوي جدا. هذا الدوري في الاخر خد اللعيبه كلها لفوق، رفع أكيد. من مستوى كله لفوق. الحقيقه أكيد. الاخوه في ليبيا كانوا في منتهى الذكاء والتخطيط الجيد، ان نعم. هم فتحوا الباب بهذا الشكل لجميع المجالات. ان احنا النهارده عايزين نطور كره السله، فاحنا اشتغلنا على محاور كتيره جدا لان نعم. احنا نقوي الدوري، نقوي المنتخب، نجيب محترفين، نجيب مدربين كويسين جدا جدا جدا. نعم. يمكن احنا عندنا يعني كابتن محمد الكرداني كان موجود في ليبيا. أكيد. أكيد. كابتن محمد الكرداني ده واحد من المدربين الكبار جدا في مصر، وغيره أكيد. وغيره وغيره، مش عايز انسى حد بس يعني، بس فهو نرزيق من تونس، عليه فؤاد أبو شقرة إلى غير ذلك. هم لا الحقيقه منتهى. هو ده التعاون، هو ده اللي انا بقول لحضرتك عليه، هو ده الانفتاح، هو ده ان احنا النهارده استراتيجيات اتحطت بشكل سليم، الهدف منها في الاخر هو الارتقاء. انا كنت في المكان ده، انا عايز اروح في الحته اللي فوق دي بس. فالحقيقه كانت تجربه كويسه جدا وناجحه وذكيه يعني. تتكلمت على التجربة الناجحة جدا وذكية، وأنا نقول لك أنني استمتعت بحوار رائع وممتع. وأنا ربما آخر حوار كنت عملته كان في شهر رمضان الأخير، كان معي سعيد البوزيدي المدرب المغربي والكابتن فؤاد أبو شقرة. فمن كرة السلة إلى كرة السلة تحت شعار وي ار باسكتبول. كابتن محمد، خلينا نقول لك بأني استمتعت بهذا الحوار معك بكل قلبي. نتمنى لك كل الخير، وإحنا كلنا وراءك من أجل نجاحك، لأن نجاحك هو نجاح للكفاءة العربية والكفاءة المصرية بطبيعة الحال. نترك لك الكلمة الأخيرة قبل ما نختم معك هذا الحوار. والله انا اتشرفت جدا جدا بلقائي مع حضرتك. ليا كل الشرف. خالص امنياتي، خالص تحياتي الاول لجميع اهلنا في الدول العربيه كلها، وان شاء الله برضو نطمن على اخواتنا في فلسطين، وربنا ينصرهم، ولبنان يعني قلوبنا معاهم. وخالص تحياتي لحضرتك وللاخوه في المغرب، الذي يعني لهم معزه خاصه في قلبي، وكل تمنياتي دايما برفعه كره السله العربيه، وبدوام التوفيق يا رب لجميع الفرق يعني. نقول لك تصبح على خير ونهاية أسبوع موفقة وربنا يوفقك، ومرحبا بك أنت ونجمتنا
لاعبة التنس البنوتة إن شاء الله أنها تفوز بألقاب أخرى هنا بالمغرب بحول الله يا تعالى. رب. كتر يلا، خيرك، ميرسي جدا جدا لحضرتك. يلا تصبحوا على خير.